فرونت اند هو الواجهة الأمامية للمستخدم اللي بيقدر يشوفها ويتفاعل معاها، سواء ده كان موبايل ابلكيشن أو ويب سايت. طيب انت كفرونت اند بتبدا انك تاخد الديزاين من اليو اي يو اكس ديزاينر، بعد كده بتشتغل على الكودنج بتاعه بحيث ان هو يكون ويب سايت اليوزر يقدر ان هو يخش عليه ويتفاعل مع الداتا اللي موجوده فيه. وكمان بتهتم بحاجات زي البرفورمانس بتاع الويب سايت بتاعك، بتهتم بالاس اي او بحيث ان الويب سايت بتاعك يرانك في السيرش، وكمان بتهتم بالريسبونسفنس بتاعه الويب سايت بحيث ان هو يكون متجاوب على جميع الشاشات. الرود ماب بتاعتنا بتتكون من 5 مراحل. اول مرحله هي مرحله الانترودكشن، بتبدا انك تتعرف ايه هو الانترنت وازاي بيشتغل البراوزر بتاعنا، وكمان تعرف ايه هو الفرق ما بين الفرونت اند والباك اند. المرحله اللي بعد كده هي مرحله الكور، تبدا فيها تتعلم ال HTML وال CSS عشان تبني الاستراكشر بتاعك وتعمل له ستايلنج، وكمان بتتعلم حاجه زي تيلويند بتساعدك في عمليه الستايلنج. وبنختم المرحله دي بالتعامل مع جيت وجيت هاب. بعد ما بنينا الويب سايت بتاعنا بال HTML وعملنا له ستايلنج بال CSS، دلوقتي جه الوقت ان احنا نتعامل مع الجافا سكريبت، وهي اول لغه برمجه بتتعرض ليها في الفرونت اند. من خلالها تقدر انك تكون نوع من الانتراكتيفيتي ما بين اليوزر والويب سايت بتاعك. بعد كده بنبدا ان احنا نشتغل على مشاريع حقيقيه بنمرن ايدنا اكتر في الجافا سكريبت، وبنعرف ازاي ان احنا نتعامل معاها. بعد كده بنبدأ نتعلم على الجزء الادفانسد من خلال الجافا سكريبت فريم ورك زي رياكت وانجلر وفيو. اخترنا منها رياكت اللي بنتعلم فيها الستيت مانجمنت وازاي نعمل ريندر للكومبوننت. بعد كده بنبدأ نتعلم عن الايكو سيستم بتاع رياكت زي الريدكس تول كيت اللي بنقدر من خلالها نعمل ستيت مانجمنت للجلوبال ستيت بتاع الابلكيشن بشكل اكبر. بعد كده ان احنا نتعلم ازاي نعمل راوتنج من خلال رياكت راوتر، وعشان اقدر اتعامل مع الاي بي ايز واعمل لها كاشنج للريسبونس اللي بتوصلني بقدر استخدم رياكت كوير. في الجزء الاخير من الرود ماب نتعلم تايب سكريبت بحيث ان الابلكيشن عندي يكون تايب سيف، وكمان بتعلم نيكست بحيث ان انا اقدر اعمل سيرفر سايد ريندرنج للابلكيشن ويكون عندي اس اي او فريندلي. كمان بقدر استخدم فاير بيز بحيث ان انا اقدر استخدمها ككلاود ستورج واقدر اعمل اوثنتيكيشن بعض الكيسز عندي من الابلكيشن. واخر حاجه بنبدا نتعلمها هي جيست فريم ورك ورياكت تيستنج لايبراري بحيث ان انا اعمل تيستنج للابلكيشن. ودلوقتي هننتقل من مرحله للجزء العملي في الرود ماب مع الباشمهندس عمرو. طيب بعد ما عرفنا ايه هو الفرونت اند وطبيعه عمله والرود ماب بتاعتنا ماشيه ازاي بس بشكل نظري، فخلينا يلا نشوف الكلام ده بس بشكل عملي من خلال تطبيق بسيط كده هنعمله سوا دلوقتي، وهي عباره عن اللوجن بيج الخاصه بفيسبوك. الصفحه اللي قدامنا دي تمام، هنشتغلها بال HTML وال CSS وكمان الجافا سكريبت. فخلينا يلا نبدا. هبدا طبعا فروم سكراتش من البدايه خالص، هفتح فيجوال ستوديو كود. بعد كده هبدا ان انا كريت ال index.html تمام. بعد كده تعمل الاكسكليميشن مارك دي عشان يعمل لك الستارتر كود بتاعك. ممكن نكتب هنا في التايتل فيسبوك، ده التايتل بتاع البيج اللي بيكون في البراوزر من فوق تمام. بعد كده هبدا ان انا كريت الفايل الخاص بالسي اس اس عشان نحط فيه الستايلنج بتاعتنا، وكمان هعمل فايل خاص بالجافا سكريبت app.js. طيب بعد ما عملت الفايلات دي محتاج دلوقتي ان انا اربطها بالصفحه الخاصه بال HTML. فاول حاجه هربط ال CSS بتاعتي بالشكل ده تمام، اللينك تاج. بعد كده هاجي على السكريبت تاج وهحط برضو السورس الخاص بالapp.js واعمل له هنا ديفير. انا كده ربطت الجافا سكريبت وربطت ال HTML، الفايلين دول ده وده ربطتهم بال HTML بتاعتي. حلو كده. طيب ال HTML زي ما احنا ملاحظين كده هي عباره عن مجموعه من التاجز، ده كده اسمه تاج opening تاج وده closing تاج بتاعه تمام. كل تاج بيكون ليه opening و closing ما عدا بعض التاجز زي الايمج وغيرها. طيب ده هو اللي بيكون الاستراكشر بتاع الصفحه بتاعتي. فلو جيت دلوقتي كده خلينا نكتب تيست، بعد كده هاجي هنا على جو لايف عشان افتح اللوكال هوست بتاعي، افتح السيرفر وابدا اشوف الصفحه بتاعتي عامله ازاي. فهلاقي عندي فعلا تيست. طيب لو جيت دلوقتي فتحت الكونسول هتلاقي عندك في الاليمنتس هنا التكست اللي هو اسمه تيست ده تمام. طيب جوه البادي وعندك برضه الهيد والاتش تي ام ال، كل الكلام الموجود هنا موجود عندك في الاليمنتس، وهو ده زي ما قلت اللي بيديفاين او بيعرف الصفحه بتاعتك الاستراكشر بتاعها عامل ازاي. طيب خلينا يلا نبدا ناخد الاستراكشر. انا عملته قبل ما ابدا تصوير فخلينا ناخده كوبي على طول من هنا بالشكل ده، وهحطه هنا مكان كلمه تيست بالشكل ده تمام. طيب عندنا هنا ايه؟ عندنا هنا مجموعه من التاجز. طبعا ينفع انك تنست تاج جوه تاج تاني، يعني تاجز متداخله جوه بعضها مفيش اي مشكله. فانا عندي هنا المين تاج والكلوزنج بتاعه هنا اهو تمام. بعد كده عندي ديف، الديف ده اديته كلاس اسمه ليفت. الكلاس ده هو اتريبيوت بيعرف الديف وبيميزه عن غيره من الديفات تمام. طيب وعندي هنا الديف التاني اديته كلاس اسمه رايت وجواه حاجه اسمها فورم. الفورم دي بتاخد مني مجموعه من الانبوتس. عندي هنا الانبوت الخاص بالايميل، عندي الانبوت الخاص بالباسورد، وعندي البutton، وعندي كمان اللينك ده، وعندي هنا البutton التاني. والاتش ار ده عباره عن الهوريزونتال لاين. خلينا كده نشوف يلا.
زي ما انتم شايفين ده كده اللي ظهر لي دلوقتي. مجموعه التاجز دي ظهرت لي هنا في الصفحه بالشكل ده. تمام. كل حاجه في ال HTML بتاعي هتلاقيها هنا. طيب انا حطيت ليه ليفت ورايت؟ عشان محتاج ان انا اقسم الصفحه بتاعتي لنصين بالشكل ده. ده كده هنسميه الليفت وده هنسميه الرايت. تمام. طيب خلينا يلا نروح على الستايلنج بتاعنا. برضو هاخده كوبي عشان نوفر وقتنا، وهحطه طبعا في الفايل الخاص بال CSS بالشكل ده. تمام. هعمل بيست. بعد كده هتلاقي عندك الستايلنج بيكون السنتكس بتاعه بالشكل ده. سنتكس بسيط جدا، ده السنتكس الخاص بال CSS. بتحط اسم التاج بتاعك او اسم الكلاس، بعد كده بتبدا انك تحط الستايلنج بتاعك، بتحط الخاصيه نفسها اللي هي مثلا الفونت فاميلي، بعد كده بتحط الفاليو بتاعتها. الفونت فاميلي انا هنا اخترت الفونت اللي اسمه روبوتو ده. تمام. طيب خلينا يلا نشوف الصفحه بعد الستايلنج. هنلاقي فعلا ان شكلها بقى كويس جدا وبقت شبه الصفحه الرئيسيه اللي احنا كنا محتاجين نطلعها. تمام. دي كده الصفحه النهائيه بتاعتنا. وكمان هنلاحظ ان احنا اهتمينا بالريسبونسيف. لو جيت دلوقتي صغرت الصفحه دي على الموبايل هتلاقيها ريسبونسيف، مش هتلاقي عندك مشاكل. تمام. طيب عملنا الريسبونسيف ده ازاي؟ عملناه من خلال حاجه اسمها الميديا كويري. لو نزلنا هنا هتلاقي عندك هنا الميديا كويريز. بتبدا انك تحدد عرض الشاشات المختلفه بتاعتك وتحط ستايلنج خاص بكل مقاس او بكل شاشه. تمام. طيب خلينا يلا نروح للجافا سكريبت. خلينا نعمل حاجه بسيطه كده باستخدام الجافا سكريبت. اول حاجه مثلا خلينا لما نضغط على البutton ده اللي هو الخاص باللوجن. تمام. فهديله هنا كلاس اسمه لوجن عشان بس اقدر ان انا اكسسه في الجافا سكريبت. فهتيجي هنا في الجافا سكريبت واقول له اعرف متغير بالكونست كيورد، بعد كده هقول له لوجن بutton بالشكل ده. تمام. وهقول له document دوت query selector وبصيله هنا اسم الكلاس بتاعي بالشكل ده. تمام. انا دلوقتي كده معايا اكسس على الديف اللي هنا ده او البutton ده. تمام. طيب محتاج ان انا لما اضغط على البutton ده هيحصل ايه؟ خليني بس اشيل التايب ده من هنا عشان ما يعملش سبميت للفورم. محتاج يحصل حاجه بسيطه جدا، ان انا بس اظهر اليرت مثلا يقول لي ان انا لوجد ان. فهتعمل كده ازاي؟ بعد ما حددت اللوجن بutton بتاعك هتقول له اد ايفنت listener. عندك حاجه اسمها ايفنت listener وهي انك بتلسن لايفنت معينه زي الكليك، زي الكيبورد مثلا، زي الهوفر لما تهوفر او لما تقف على ديف معين او button معين يحصل حاجه معينه. تمام. فهاد ايفنت listener بتستقبل مني 2 بارامترز. اول بارامتر هو الايفنت بتاعي نفسه اللي هو في الحاله بتاعتنا الكليك. تمام. تاني بارامتر هو الفانكشن بالشكل ده. طيب انا هنا هعمل ايه؟ هطلع بس اليرت كده هقول له ان انا logged in successfully. تمام. successfully بالشكل ده. طيب خلينا يلا نجرب كده. هنروح على الصفحه بتاعتنا اللي احنا كريتناها اللي هي الصفحه دي، وابدا ان انا اضغط هنا هلاقي فعلا ظهر لي الاليرت بتاعي في البراوزر وبيقول لي ان انا logged in successfully. ده كده الجافا سكريبت، هي خاصه بكل حاجه ليها علاقه بالانتراكتيفيتي او ان انا اليوزر بيبدا ان هو يتعامل مع البراوزر، يضغط في مكان معين، يسكرول لمكان معين والكلام ده كله. تمام. يتنقل بين البيجز المختلفه، كل الكلام ده بيتعمل بالجافا سكريبت. لما اضغط هنا مثلا على اللوجن في الحاله بقى الحقيقيه، فانا محتاج ان انا ابعت الداتا اللي موجوده هنا دي للباك اند عشان الباك اند يعمل لها فاليديشن ويبدا ان هو يشوف اذا كانت الداتا دي حقيقيه ولا لا. فالكلام ده كله بيتعمل بالجافا سكريبت عن طريق ان انا ببعت بوست ريكوست للباك اند وببعت له في البادي بتاع الريكوست ده الداتا بتاعتي اللي هي الايميل والباسورد. تمام. ده كده كان اوفر فيو سريع عن الفرونت اند وازاي بيشتغل وايه هو ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. اتمنى فعلا ان الكلام كان واضح بالنسبه لكم، وشكرا جدا لوقتكم.